كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان بصورة خاصة، فلم يكن استقباله كاستقبال سائر الشهور، بل كانت له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم يبشرهم بقدومه، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: آتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومما يدل على عظم مكانة شهر رمضان المبارك في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل أعمالهم فيه. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يستعدون لاستقبال شهر رمضان بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن شهر رمضان شهر مبارك، وهو شهر القرآن الكريم وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين. ومن فضائل شهر رمضان العظيم أنه شهر الصيام والتهجد والجهاد والصبر والدعاء، ولذلك ينبغي لكل مسلم الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك واستغلاله بالطاعات والعبادات. ويمكن بيان بعض الأعمال التي يستقبل بها شهر رمضان المبارك، ونذكر منها: أولاً، الفرح والسرور بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك لأن العبد الصالح يستقبل مواسم الخير والطاعات بالفرح والاستبشار. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وشهر رمضان المبارك يعد من الأزمنة المباركة التي يعود فيها العباد إلى ربهم ويتوب العصاة من ذنوبهم، ويقبل العباد على المساجد التي تمتلئ بالمصلين في الأوقات جميعها، فتفرح القلوب المؤمنة وتستبشر الأرواح الطاهرة بالقرب من ربها عز وجل. ثانياً، استقبال شهر رمضان بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، إذ إن بلوغ شهر رمضان المبارك وصيامه من أعظم النعم التي من بها الله سبحانه وتعالى على عباده، ولذلك ينبغي للعبد الإكثار من حمد الله وشكره. ثالثاً، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فلا بد من استقبال شهر رمضان بتجديد النية وعقد العزم على استغلال الأوقات المباركة، وذلك بالتزام الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات وتطهير القلوب والتوبة الصادقة، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد على نيته، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رابعاً، الاستعداد المسبق لقدوم شهر رمضان، وذلك من خلال تربية النفس وتعويدها على الطاعات كقيام الليل والصيام وتلاوة القرآن الكريم، حتى يتم الاستعداد النفسي لأداء الطاعات في رمضان من غير كلفة أو مشقة. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شهر شعبان استعدادا لاستقبال رمضان. خامسا، التوبة الصادقة. على الرغم من وجوب التوبة في كل وقت وحين ومن أي ذنب قد يقترفه العبد،
إلا أنها تعد في شهر رمضان المبارك أوجب، إذ إنه موسم من مواسم الخير والطاعات. وفي الحقيقة فإن المعاصي والذنوب تعد سببا لعدم التوفيق في الطاعات والعبادات، وقد يحرم المرء بسببها لذة القرب من الله والالتزام بأوامره. فقد كان يقال للحسن: لا نستطيع قيام الليل، فيقول: قيدتك خطاياك. وكان بعض السلف يقولون: حرمت قيام الليل سنة بذنب عملته. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا كنت لا تستطيع قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محبوس، قد قيدتك ذنوبك. ولذلك ينبغي استقبال شهر رمضان المبارك بتجديد التوبة ومراعاة شروطها، وهي الندم والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب وإعادة الحقوق إلى أهلها، بالإضافة إلى كثرة الاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى القبول. سادساً، معرفة قيمة الوقت، إذ إن الكثير من الأوقات الثمينة تضيع بسبب الجهل بقيمتها، ولذلك لا بد للمسلم من اغتنام كل دقيقة في الأعمال الصالحة والقربات. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف وقيمة وقته، فلا يضيع فيه لحظة في غير قربة. وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان المبارك من أثمن اللحظات، فقد قال الله سبحانه وتعالى واصفا شهر رمضان: أياما معدودات. وفي الآية إشارة إلى أن موسم رمضان العظيم أيامه قليلة سريعة الذهاب، فلا بد من الاستعداد لاغتنامها حتى لا يقع الندم على تضييعها بعد فوات الأوان. سابعاً، التقليل من الطعام، إذ إن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى التكاسل في أداء الطاعات وعدم الخشوع عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما أن تقليل الطعام من مقاصد الصيام. ومما يدل على أن الإفراط في الأكل مذموم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل تجشأ عنده: كف جشاءك عنا، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا. ثامناً، تعلم أحكام الصيام، فقد ذهب أهل العلم إلى وجوب تعلم أحكام الصيام على كل من وجب عليه الصيام، إذ إن الجهل بأحكام الصيام وآدابه وشروطه من الأسباب التي قد تحرم المسلم من الأجر والثواب. ولربما صام من لديه عذر شرعي يوجب إفطاره، ولربما صام العبد ولم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش لجهله بأحكام الصيام. نسأل الله وإياكم أن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. كيفية استقبال شهر رمضان، إعداد وتقديم رضا بن محفوظ.